اهلا بيكم. الحلقه الاولى من نشط رياضي. ما لقيناش مناسبه اهم من المناسبه دي ان هي تكون اول تعارف بيننا وبينكم في برنامجنا. اللي هتشوفوه النهارده مختلف تماما عن اي حلقه جايه. النهارده حاله مختلفه، طعم تاني، شكل تاني. المفروض ان احنا مش هنسيب حد في حاله، والمفروض برضو ان احنا هنقصف جبهات كتير جدا. وبغض النظر عن الكلمه دي، استنونا في نشط رياضي. الاهلي والزمالك، ماتش القمه، البطوله الخاصه، الديربي رقم 1 عربيا وافريقيا. مهما اختلف اسم البطوله اللي بيتلعب فيها او مهما اختلف ترتيب الجدول، الديربي هو الديربي. ماتش ما بيخلصوش ولا بيحسم صراعه الا ب 90 دقيقه في الملعب. اتولدت 1911، عندي 104 سنه، عايش في 100 عقبه. شعاري الفرعون والسهم، بلبس ابيض وبخطين حمر. انا الزمالك. 1907، انا عندي 108 سنه، عايش في الجزيره. شعاري النسر، بلبس احمر في احمر. انا الاهلي. يا حنين. يا ابني لو ما بقتش حنين على اهلي ابقى حنين على مين؟ المشكله ان هتشوفوا من الشد والجذب ده كتير في الحلقات اللي جايه. ربنا يستر. سيبك من المشاكل، يلا نخش على طول على اخبارنا النهارده. اول خبر هنبتدي بيه النهارده اتحاد الكوره والجهات الامنيه. لحد النهارده واحنا قاعدين بنتكلم معاكم لسه ما تمش اختيار الملعب اللي هيتم عليه المباراه، سواء كانت السويس، اسكندريه او شرم الشيخ. وبصراحه دي حاجه صعبه جدا، بس خلينا نروح لاخبار الزمالك. الزمالك دخل المعسكر متاخر شويه بسبب مباراه النصر، والجهاز الفني للزمالك بيأكد ان الاستعداد للمباراه دي استعداد عادي جدا، لكن الزمالك عاوز يحسم بطوله الدوري في الماتش ده تحديدا عشان تبقى الفرحه 2. وانا بصراحه عاوز انزل احتفل على الكوبري مع ميدو. على عكس النادي الزمالك، النادي الاهلي دخل معسكره بدري شويه. الاهلي رجع من ماتش ملعب المالي يوم الاثنين اللي فات. اللعيبه خدت راحه سلبيه لمده 48 ساعه ودخلت المعسكر يوم الخميس، وده معناه ان الاهلي مستريح او جاهز بدنيا اكتر من نادي الزمالك. الاهلي عينه في الماتش على ال3 بونت، مش عشان 3 بونت، عشان ينكد على الزمالك حتى لو هم حسموا الدوري. نكد على مين يا ابني؟ احنا الابطال. ما علينا، الدرع لسه عندنا في الجزيره، ويوم ما ياخدوه احنا اللي هنوصله لهم لغايه عندهم، ودي قمه الروح الرياضيه. وبعد ما خلصنا الاخبار تعالوا نروح لتقرير مهم جدا سميناه تاكيد التفوق ام فك النحس. التقرير ده هيبقى فيه رساله مهمه جدا للحاضر الغائب عن الماتش، الجمهور. واحد من سكنوا القلوب، التصويب على الهدف الاول. نعم. عمل التاريخ كبير بين القطبين، افراح واهداف واساطير ونجوم. لقاء وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بانه واحد من اشرس الدربيات في العالم. القمة 110 ليها عناوين كتير، اخترنا منها تأكيد التفوق ام فك النحس. الاهلي صاحب الارض، وبعد التعادل عن لقب الدوري هذا الموسم عاوز يفوز بالماتش عشان يؤكد تفوقه في السنوات الأخيرة على الزمالك، وكمان يمنعه من الاحتفال بالدوري بعد الماتش. الزمالك محتاج نقطة واحدة للتتويج رسميا بالدوري، وداخل الماتش وهو مصمم على الفوز ومصمم كمان على فك النحس بعد آخر فوز على الأهلي في 2007، وكمان بعد سلسلة التعادلات الأخيرة بين الفريقين باستثناء مباراة الموسم الماضي في الدورة الرباعية. الزمالك قدر يفك نحس كل حاجة الزملكاوية بيخافوا منها الموسم ده، زي الفوز في المناسبات مثلا، ولاعيبته مصممين على حسم اللقب في الماتش ده تحديدا عشان الفرحة تبقى 2. 90 دقيقة من نار في قمة لسه ما استقرتش على ملعب ولا على طاقم تحكيم. رسالة لأهم عناصر اللعب: مدرجات فاضية بتبكي على غيابكم. انتوا اللعبة اتعملت عشانكم، انتوا بتعزفوا ألحان الوفاء بصوتكم وانتمائكم. وحشتونا، الكورة من غيركم ملهاش لازمة، وزي ما بيقولوا لا طعم ولا لون ولا ريحة. رجعوا لنا الجمهور، رجعوا لنا أكسجين الكورة. وبما ان الحاضر امام الشاشات الغائب عن المدرجات، اهم عناصر اللعبه هو الجمهور. فلو الجمهور غايب عن المدرجات ما كانش ينفع ان هو كمان يبقى غايب عن حلقتنا. عشان كده نزلنا عملنا تقارير في الشارع مع جمهور الناديين، شفنا ايه رايهم وتوقعاتهم في الماتش الجاي، هنطلع نشوفها ونرجع لكم تاني. الاهلي والزمالك قمه من نار. هل الزمالك هيخطف الدوري
ولا الاهلاويه ينكدوا على الزملكاويه؟ تعالوا نشوف راي الناس. ان شاء الله هو الزمالك يعني اليومين دولت في الطالع، بس الاهلي برضك ان شاء الله اتمنى له الفوز يعني ونتمنى له التوفيق. اعتقد ان الماتش هيبقى جامد، بس دي فرصه الزمالك الحقيقه ان هو يعني بيشمل لعيبه كتير قوي دلوقتي، ودي فرصته بصراحه ان هو يعني يعمل حتى كمان سكور كمان على الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى هذا الماتش. انا بتوقع يا 2-0 يا 2-1 للزمالك ان شاء الله. ان شاء الله تعادل الاهلي يكسب. وانا عايق كمان على الاهلاويه وهنكسب الاهلي كمان، وان شاء الله امجاد البطولات بتاعتنا ترجع تاني، وباسم كمان هيعايد واللعيبه كلها هتعاد على لعيبه الاهلي. توقعاتك الماتش ان شاء الله فوز الزمالك 2-0. اولا ما فيش توقعات للزمالك ولا للزمالك، بس بامر ربنا الزمالك هيكسب لان احسن فرقه في مصر بصراحه يعني كده. احنا عايزين نكسب عشان نبوظ لهم فرحه الدوري، دي اهم حاجه ان شاء الله هنكسب. ده كان كلام الشارع المصري عن القمه 110، ارائهم وتوقعاتهم. بس في ظل ده كله في ناس بتحب لغه الارقام جدا أكيد. وما بتستغناش عنها. ما تيجي يا ابراهيم نفكر الناس بشويه احصائيات. والله يا ريت. الارقام والاحصائيات مهمه لكل حد فينا، وفي ناس بتؤمن جدا بالارقام والاحصائيات دي، عشان كده عملنا تقرير انفوجراف. تعالوا نشوفه ونرجع تاني. تاريخ كبير من الارقام والاحصائيات ما بين الاهلي والزمالك في ماتشات القمه هنشوفه مع بعض دلوقتي في الانفوجراف ده. الفرقتين لعبوا بعض 162 ماتش، الاهلي كسب 67 ماتش والزمالك كسب 40 ماتش وتعادلوا في 55. في الدوري العام قابلوا بعض 109 ماتش، الاهلي كسب 38 الزمالك كسب 25 اتعادلوا في 46. في الكاس لعبوا بعض 29 مره، الاهلي كسب فيهم 16 مره والزمالك كسب 8 مرات وتعادلوا في 5. في السوبر المصري لعبوا بعض 3 ماتشات كان كلهم من نصيب النادي الاهلي. في بطوله افريقيا لعبوا بعض 4 مرات، الاهلي كسب فيهم 3 مرات وتعادلوا مره وحيده. في السوبر الافريقي لعبوا مع بعض ماتش واحد، ماتش ايمن منصور بتاع جوهانسبورغ. لعبوا مع بعض 16 ماتش ودي، الاهلي كسب فيهم 7 وديات والزمالك كسب 6 وديات وتعادلوا في 3. اول مواجهه بين الفريقين كانت سنه 1917 اللي انتهت 1-0 للنادي الاهلي. اما اخر مواجهه كانت السيزون ده في الدور الاول وخلصت بالتعادل 1-1. اكبر فوز الزمالك حققه على الاهلي كان بنتيجه 6-0، وتتكرر مرتين، مره سنه 42 في دوري القاهره والمره الثانيه سنه 44 في نهائي كاس مصر. اكبر فوز الاهلي حققه على الزمالك مباراته الشهيره في الدوري العام سنه 2002 ال6-1. الهدافين بتوع القمه في المركز الاول محمد ابو تريكه ومعاه 13 هدف، عماد متعب في المركز الثاني ب10 اهداف، المركز الثالث للعميد حسام حسن 9 اهداف، 5 للاهلي و4 للزمالك. المركز الرابع ما بين صالح سليم وتوتو وعلاء الحمولي برصيد 8 اهداف لكل واحد، جمال حمزه في المركز الاخير برصيد 7 اهداف. دي ارقام واحصائيات لحد القمه 109. يا ترى القمه 110 هيبقى لها راي تاني في الارقام دي؟ هو ده اللي احنا هنشوفه يوم الثلاث الجاي. خدت بالك الارقام برضه لغه الارقام معلمه كم؟ والنبي بلاش النغمه اللي مش عايز تخلص دي حكايه. يا ابني نغمه ايه؟ اعدلك طيب ولا ايه؟ اعدلي. حسن شحاته، مروان كنفاني، ماتش قادر عبد العظيم، ايه ولا ايه؟ بص ايدك بلاش انتوا عشان هقول لك انسحاب وهقول ابراهيم حياه امك. بس كريم انت بتصور ولا ايه؟ صور. وبغض النظر عن اللي شفتوه ده وبغض النظر عن الكلام ده كله، يا رب نكون قدرنا نغطي معاكم اول حلقه من برنامج ناشط رياضي في ماتش الديربي. قبل ما نختم حلقتنا عايزين نفكركم مستنيين توقعاتكم لماتش الاهلي والزمالك على هاشتاج ناشط رياضي على الفان بيج بتاعتنا. صاحب التوقع الصح هيكون ليه جايزه جامده جدا من البرنامج الحلقه الجايه. يلا كله يطلع توقعاته من الدرج بتاعه ومستنيينكم. طيب هو الدرج لسه فيه كتير عامه، لايك وشير لصفحتنا اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه، ولسه الحلقات اللي جايه ياما هنشوف. نشوفكم الحلقه الجايه في ناشط رياضي.